اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة تنزلوا تشتركوا من الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليا. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي اللايك، يا ريت تحطوا لي اللايك عشان انتوا بتتفرجوا على الفيديو بس بتنسوا تحطوا اللايك. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده روتين خفيف خالص، مش هنعمل فيه حاجات كتيرة، بس بصراحة الرُكنة اتمرمطت، كرامتها اتمرمطت حرفيًا، ولادي مرمطوا كرامتها خلّوها في الأرض. حبيبة قلبي والله صعبانة عليّا، اتبهدلت حرفيًا من كل حتّة فيها. وأنا كمان كنت شايلة اللي هو الcover اللي هو بيحافظ عليها ده، فكنت شايلاه باغسله. اليومين أو ال3 أيام اللي أنا ما غسلتهوش فيه ورجّعته تاني، حبيبة قلبي اتمرمطت كانت بتشتكي لي، تحسّها كانت بتعيّط لي كده اللي هو الحقيني، حطّي لي الفرش تاني، ارحميني من المرمطة اللي أنا فيها. بجد الرُكنة كلّها اتمرمطت، بقى اللبان تلاقي، شيبس تلاقي، بسكوت تلاقي، كل حاجة تلاقي. وما هو المشكلة كمان هي ما بيبانش فيها يعني أي حاجة إيد طبّعت فيها الحاجات دي ما بتبانش. بس اللون ذات نَفْسه كمان، يعني اللون دوّة بيبقى صعب في إنه زي مثلًا الأسمر، لمّا أنتِ مثلًا تقولي اللون الأسمر ما بيبانش فيه، لأ بالعكس اللون الأسمر بيبان فيه جدًا، بيبان فيه النضافة وبيبان فيه البهدلة وبيبان فيه الأتربة وبيبان فيه الحاجات دي. دي بيبان فيها الأتربة بطريقة صعبة جدًا، وبيبان فيها كمان لو مثلًا في لبانة مسكت فيها يا أمي بقى ما بتطلعش، لو بطلوع يروح ما بتطلعش. وكمان اللي هو عندي في الرُكنة اللي بيبان فيه أوي وبيبقى صعب إن أنتِ تنضّفيه وعايزة على طول إيدِك فيه، اللي هو الكرسي بتاعها، عشان لونه كشمير وكده، فاللون دوّة والله العظيم، والله العظيم اتبهدل حرفيًا. وإن أنتِ كل شوية بقى إن أنتِ عايزة كل شوية تمسكي الرُكنة تقعدي تمسحي فيها وتغسلي فيها وتعملي فيها، ده هَدِّة حيل وتعب، وفي نفس الوقت مرمطة وبهدلة للرُكنة نفسها. لإن يعني الفرش ده مش يستحمل إن أنتِ كل 24 ساعة كل ما بتلاقي عليه حاجة تبهدليه كده أو تقعدي تمسحي فيه وتغسلي فيه بالمنظفات بالحاجات دي. فعلى قد ما بنقدر إحنا بقى يعني بنحافظ عليها بالفرش، بنجيب لها فرش نحطه عليها نحافظ عليها، نحاول إن إحنا نبعد إيدينا عنها شوية، ما نقعدش جنبها شوية، نسيبها يعني تاخد نفسها كده. المهم أنا جِبت بقى الفرشة بتاعتي دي، بتاعة المواقف الصعبة، بصراحة جميلة جدًا، جدًا، جدًا معايا. بتساعدني في تنضيف الكابوتونيه حلو أوي، وبتجيب كمان من تحت الشالتة كده لمّا بيكون فيها أي حاجة بقى، اللي هي الفتافيت اللي بتبقى صغيرة دي. ولو عندِك كمان مكنسة بالكهربا بتساعد جدًا، بيبقى لها وِش معيّن كده للحاجات دي، للأنتريهات، للرُكن، للحاجات دي. فلو عندِك هيساعدِك أكتر يعني من الفرشة. بس أنا المكنسة بتاعتي للأسف، للأسف، للأسف بايظة. يعني بتحل مكانها حبيبتي الفرشة. حلوة جدًا وبتنضّف جدًا، وكمان لو بتشيل يعني الكابوتونيه أنا عندي اللي هو فيه مخرّم فيه حاجات كتيرة، يعني كلّه مخرّم كده. المخرّم اللي فيه دوّة بيتملي أتربة جامد، يعني بيتطرّب بطريقة صعبة أوي. الفرشة دي بتتحكم إن هي تدخل لي جوّه الكابوتونيه وبتنضّفه لي حلو، فباحب إن أنا أستخدمها في حاجات زي كده. هنا بقى نضّفت كل حتّة في الرُكنة، وجِبت من تحت الشِلَت وكل حاجة. هاعمل إيه بقى، آخر حاجة هاكنس بقى السجّاد. أنا على طول باكنس السجّاد كده، يعني قبل ما باشيله باقوم كانساه عشان لمّا آجي أفرشه تاني ما أكنسوش تاني يعني. وساعات باطلّعه على البلكونة، بس أنا أكترية الأوقات لمّا باجي أعمل معاكم روتين باعمله معاكم بالليل، ما باعملش روتينات الصبح، يعني أنا باصحى الصبح بابقى أصلًا يعني قايمة من النوم مش عايزة حد يكلمني، لإن باصحى متأخرة جدًا، جدًا. لو جوزي هييجي من الشغل باعمل غدا بدري، لو مش هييجي ب بافطر أنا وولادي، وبعد كده أقعد مع نفسي كده أفكّر أنا هاعمل إيه للغدا لمّا يبقى جوزي ييجي يعني. ف بابقى صاحية وقتي كلّه ما بيبقاش أصلًا، يعني ما بيبقاش في وقت. وبعدين إحنا كمان في الشتا، يعني اللي هو الليل بقى بيبقى طويل والنهار بيبقى قصير، فما بتلاقيش وقت أصلًا إن أنتِ تعملي أي حاجة الصبح. وأنا باصحى متأخرة جدًا، يعني أنا ممكن أصحى بعد الضهر الساعة 02:00 الساعة 01:00 كده، يعني ما باصحاش قبل كده، يعني الساعة 10، 11 الكلام دوّة بالنسبة لي بدري جدًا.
فاليوم بتاعي بيبقى مضغوط والتصوير كمان يعني بياخد وقت، إن أنا أفتح الكاميرا وأصوّر الصبح وأنا أصلًا ما فيش وقت، بابقى الوقت كلّه مضغوط. أنا أكترية الأوقات يعني الشغل بتاعي باعمله بالليل. أنضّف بقى البيت بالليل، ورايا حاجة في المطبخ باعملها، يعني أي حاجة، أي حاجة عشان أصحى الصبح ألاقي يعني وقتي كويس، الوقت معايا طويل، أعرف كل حاجة تكون جاهزة، ما اقعدش أكركب كل حاجة فوق دماغي، لإن برضه ورايا الولاد وورايا مذاكرتهم وورايا دروسهم وحاجات كتيرة وكمان القناة والتصوير والكلام من دوّة، صعب، كل الحاجات دي بتبقى فوق دماغِك صعب. هتقولوا لي بقى نظّمي الوقت ونامي بدري عشان تصحي بدري، أنا لو عليّا أنام بدري جدًا ما فيش أي مشكلة، بس ولادي يعني ولادي أنا عندي ولد صغير ما بينامش بدري دوّة، أنتم عارفين إن هو ما بتعرفيش إن أنتِ تتحكمي في نومه أو تضبطي نومه، إلّا لمّا بقى يكبر بيبقى هو يعني كل مرحلة بيكبر فيها هو بيبدأ يضبّط النوم بتاعه، ما بتعرفيش إن أنتِ تتحكمي في النوم بتاعه خالص. وبعدين أنا من الناس اللي بتعشق حاجة اسمها ليل، ما باحبش خالص إن أنا ما أعرفش أنا كائن ليلي كده، أحب إن أنا أفضل طول الليل سهرانة، أمّا بالنهار دي أنا ما باحبش النهار خالص بصراحة، ما باحسّوش، ما باحبوش، فأنا كائنات ليلية أنا وولادي وجوزي كمان، كائنات ليلية بيحب الليل جدًا، طول الليل تلاقونا لحد بعد الفجر، الصبح ما بتلاقوناش، مش بنبقى موجودين في المكان أصلًا. فزي ما قُلت لكم كل حاجة أو كل الشغل اللي بيبقى عليّا أو اللي المفروض إن هو هاحس إن هو هياخد وقت منّي الصبح، فباعمله كلّه بالليل، فأنا أكترية الروتينات اللي باعملها معاكم أنا بابقى أعملها بالليل. فده بيضطر إن أنا ما باشيلش بقى السجاد أحطه على البلكونات، أطلّعه في الشمس شوية، أنفّضه برّه، الكلام من دوّة، فباضطر إن أنا مثلًا أقوم كانساه، وبعد ما أكنسه أطلّعه يعني أشيله بقى، وبعد كده أكنس الأرض، وبعد كده أمسح، وبعد كده أفرشه على نضافة، ما بانفّضش وما باطلّعش في الشمس وكلام من دوّة، يعني بيبقى قليل أوي إنه الصبح يعني، وكمان الصبح ما باعملش روتينات أوي، يعني ما بانضّفش، ما باكنسش الكلام دوّة. زي ما قُلت لكم باصحى متأخّرة فما باعملوش. بنصحى بس نهوّي الأوض، نهوّي الصالة، نهوّي البيت بتاعنا شوية عشان الشمس يدخلوا، غير كده ما بنعملش يعني. هنا كده جِبت الفرش بقى الحمد لله بعد ما غسلتها أخيرًا، هي مش هي مش كبيرة يعني بتكسي كل الرُكنة كلّها من فوق لتحت، لأ هي حاجة صغيّرة يعني على قد الشالتة اللي هو إحنا بنقعد عليها دي بس، وده تمام أوي، يعني هي تحافظ لي عليها تمام أوي، يعني عشان حاجة لو وقعت من الولاد كده، والحمد لله أنا برضه بالحق يعني في حاجات بالحقها في وقتها، وفي حاجات بتاخد وقتها مع نفسها بقى لحد يعني لمّا ربنا يسترها. هو أصلًا إحنا ما كناش بنقعد هنا، إحنا اضطرينا إن إحنا نقعد هنا عشان قدّام الشاشة، لإن الشاشة اللي كنا بنقعد في الأوضة اللي كانت فاضية دي، كنا بنقعد قصاد الشاشة وكده، وكانت الأوضة فاضية، وكنا الولاد يعرفوا ياخدوا راحتهم، وإحنا بنعرف ناخد راحتنا، بهدلوا حاجة، أكلوا، شربوا، عملوا أي حاجة، فبيعرفوا ياخدوا راحتهم. بس لمّا الشاشة اللي هي الصغيرة اتكسرت، فإحنا بقى اضطرينا إن إحنا نيجي نقعد هنا في الرُكنة. وحبيبتي اتبهدلت خالص والله، ربنا يرحمها برحمته. المهم خلّصتها ونضّفتها وفرشت الفرش عليها تاني، أنا بصراحة ما رضيتش إن أنا هي كان فيها بُقع كتير، بس بصراحة ما رضيتش إن أنا أقعد كل شوية أهلِك فيها وإن أنا أمسح فيها وأغسل فيها والكلام من دوّة. فسِبتها بصراحة، سِبتها زي ما هي، فرشت عليها كل اللي أنا عملته إن أنا نفّضتها بس وشِلت الأتربة من عليها وكده، وحطيت عليها تاني الفرش بتاعها وخلاص على كده. وزي ما شُفتوا شِلت السجاد وكنست الأرض ومسحت وبعدين جيت هنا هالمّع بقى المكتبة وهالمّع الشاشة، كل حاجة كانت على المكتبة هالمّعها من الأتربة اللي كانت عليها برضه، وكل حاجة هنرجّعها مكانها تاني. وزي ما أنتم شايفين روتين خفيف ما فيهوش أي حاجة، وبعد كده بقى هابدأ بقى أعطّر المكان. أنا كان كل البيت الحمد لله كان إلى حدٍ ما نضيف، ما كانش فيه حاجة يعني. هو المكان ده عشان بس بنقعد فيه على طول، فبيتبهدل بسرعة، وممكن تنضّفيه 5، 6، 7، 8 مرات. يعني أنا باشيل اللي هو المخدات اللي على الرُكنة دي بتتشال وتنحط 15.000 مرة في اليوم. من ولادي طبعًا. هنا كده بعد ما خلّصت وبعد ما المكان رَقُه بقى كويس، يا رب يفضل كده دايمًا،
يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وcomment حلو عشان يشجعني إني أكمّل في القناة، وشيّروا لي الفيديو عند أي حد يا جماعة شيّروا لي الفيديو، وانزلوا حطوا لي comment تحت حلو كده عشان يشجعني، ويالّا مع ألف سلامة ونتقابل في فيديوهات